قبل ما نبدأ حلقتنا نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. القصة دي بقلم الكاتبة المبدعة زهرة الندى. كانت حورية قاعدة تتفرج على مسرحية جميلة، وكانت بتعمل شال من التريكو، فنزلت طارة من على السلم بغيظ من تجاهل سيف لمكالمتها. 100 مكالمة وانت مش معبرني يا سيف، وانا امتى هفضل اجري وراك وانت ولا حاسس بيا وكأني هوا بالنسبة لك. فقفلت طارة تليفونه وجت عينيها على والدتها، وتحول فجأة غيظها لابتسامة فقربت من حورية. يا روقانك يا مامي، بجد انا بحس انك بتستمتعي بالقعدة دي اكتر ما تقعدي مع اصحابك في النادي. ابتسمت حورية وقالت بتوضيح: اولا دول مش اصحابي، دول زوجات اصدقاء ابوكي، ولازم اعيشهم الدور انهم اصدقائي، لكن انت عارفة كويس اني ماليش في الجو بتاعك انت وابوكي ده يا توتو. ضحكت طارة وقعدت جنبها. انت طيبة قوي يا ماما، بجد انا مش عاوزة المشاكل ما بينك ومن بابي تزيد وتتفرقوا. حركت حورية ايديها على شعر بنتها الحرير وقالت بحنان: ما تخافيش يا عيون مامي، مهما كانت المشاكل ما بيني وما بين باباكي عمرنا ما نتفرق عشان خاطر عيون بنتي وحبيبة قلبنا اللي ملناش غيرها في الدنيا دي. ايه رأيك تيجي تنام على رجلي زي زمان ونتفرج سوا على مسرحية؟ حقيقة تعجبك قوي يا توتو. بصت طارة المسرحية بحماس وقالت: اوكي. حطت حورية حاجات الخيط على جنب، فقعدت طارة جنبها وحطت راسها على رجل امها، ففضلت حورية تلعب بحنان في شعر بنتها. فاكرة يا توت لما كنا نقعد نفس القعدة دي وانت صغيرة؟ كان ابوك يغيب بساعات والايام والاسابيع في الشغل، وكنت انا وانت بنضيع كل دقيقة من وقتنا مع بعض. لكن لما كبرت بقيت شبه ابوكي وللنهار برا البيت، وبقيت قاعدة لوحدي على طول. اتنهدت طارة بحزن وحورية لسه بتحرك ايدها على شعرها، وفجأة رن تليفونها. قامت طارة بلهفة: اكيد ده سيف. واخدت طارة تليفونها ونفخت بيأس لما لقيت المتصل هايدي مش سيف، فردت وقالت: الو يا هايدي، انا في الفيلا ليه؟ وفجأة قامت طارة من مكانها وقالت بصدمة: ايه؟ ماشي اوكي جايلك اهو باي. حورية بقلق: في ايه يا طارة، حصل حاجة؟ طارة بتوتر وبتجري على اوضتها: لا ما حصلش حاجة، دي هايدي عاوزاني في موضوع مهم في فيلا الخولي، فهغير هدومي واروح لها اشوف مالها. وجرت طارة على فوق. حورية بصلها بتعجب شديد. في الفندق كانت الأوضة متكسرة تماما ومظلمة بشكل مخيف، وكانت هادية بشكل يقلق. ولكن برغم سكوت الأوضة لكن كان صوت عياط تلك المسكينة بيرن بانهيار في الأوضة، وهي قاعدة على الأرض جنب السرير ومغطية نفسها، وسيف نايم بعمق على السرير. وقالت أفنان بانهيار وهي حاضنة نفسها: ليه يا سيف عملت فيا كده؟ انت دمرتني يا سيف، دمرتني يا من الألفي في فيلا الألفي. كانت أمينة قاعدة في أوضتها وهي بتفكير شديد وهي ساندة راسها على إيديها، وقالت بحيرة: لا يا أمينة، بلاش تدخل نفسك في متاهة انت مش قدها، انت لازم تبعدي. لا انت لو ما بعدتيش هتبقى في نارين ملهمش أول من آخر. وافتكرت أمينة حادثة مع مصطفى باختناق. فلاش باك. بصت أمينة بتعجب للطاولة اللي كانت مليانة بكل الأصناف اللي في المطعم، وبصت للمطعم اللي ما كانش فيه حد غيرهم والجرسونات وبس، وكان الشموع والورد في كل حتة كحركة رومانسية عملها مصطفى في أول لقاء ليهم. قال مصطفى بابتسامة: عجبك الأكل والمكان يا أمينة؟ أمينة بحيرة: جميل جدا بصراحة، بس أنا مش فاهمة حاجة خالص. ليه كل ده؟ طب دوق الأكل الأول وبعدين هقولك ليه كل ده. أمينة التصميم: أستاذ مصطفى، أنا ما جيتش معاك عشان آكل أو عشان نقضي وقت لذيذ على ضي الشموع والورد، أنا جيت عشان أعرف حضرتك عاوز إيه مش أكتر، ولو مش عندك كلام تقوله فاعذرني إني همشي دلوقتي. مصطفى بسرعة: لا عن إذنك خليكي، أنا عارف إنك مستغربة كل ده، بس أنا مش هكذب عليكي، بس أنا حبيتك يا أمينة قوي، حبيتك من أول نظرة يوم حفلة خطوبة سيف، ومن وقتها وأنت مش بتفرقي تفكيري، وبصراحة بقى عاوزة أتجوزك. بصت أمينة ليه وقالت بصدمة: تتجوزني؟ بس أنا. مصطفى قاطعها: أنا مش عاوز منك رد دلوقتي يا أمينة، وقدامك الوقت اللي تحبيه عشان تفكري كويس في كلامي ده. فضلت أمينة تحرك نين عينيها في كل حتة بتوتر شديد وهي مش عارفة تقوله إيه. ودلوقتي فجأة مد مصطفى إيده ومسك إيد أمينة برقة وحب وقلب بعض من المكر. أمينة، أنا عاوزك تفكري صح في الموضوع ده، أنت محتاجاني. أنا عرفت كل حاجة عنك وعرفت إنك مش من هنا، وإنك هربتي من أمك بسبب إنها كانت عايزة تجوزك راجل أنت مش عاوزاه. بصي يا أمينة، لو عاصم الألف دلوقتي حماكي في قلته، لكن بعدين مش هيكون له حق يحميكي من حد. أما أنا عندي المال والسلطة وأقدر أحميكي وأحققلك كل حاجة بتتمنيها في ثانية واحدة، بس اديني فرصة وأنت هتشوفي ده بنفسك، وصدقيني مش هتندمي. شدت أمينة إيديها من إيديه ببطء وهي بصاله بصدمة وعدم راحة ليه، وفضلت بصاله بتوهان وهي مش عارفة تقوله إيه ولا إزاي تتصرف دلوقتي. باك. فضلت أمينة تفكر في كلام مصطفى بتوتر شديد، وقالت لنفسها: هعمل إيه دلوقتي يا رب؟ الحيرة اللي أنا فيها دي، أنا مكنتش متوقعة إن واحد زي مصطفى الخولي يحبني أنا ويطلب مني الجواز كمان. وفي عز حيرة أمينة فجأة
اتخضت لما دخل ادم فجأة للأوضة وقفل باب الأوضة وراه بالمفتاح، فبصت له أمينة بصدمة. فقامت أمينة وقالت: ادم انت ايه اللي جابك ايه؟ ما سابهاش ادم تكمل كلامها، وفجأة اتدور لها ادم ودفعها نحو الحيطة وحاوطها ما بينه وما بين الحيطة بوجه غاضب وعين بتدق شرار. فحست أمينة بالخوف منه لأول مرة. ادم انت بتعمل ايه وي؟ فجأة حط ادم ايده على بق أمينة يمنعها من الكلام. شش، ولا كلمة تقوليها يا أمينة، أنا بس اللي هتكلم دلوقتي وانت كل اللي هتعمليه إنك تسمعيني وبس، مفهوم؟ هزت أمينة راسها بخوف، فشال آدم إيده وهو باصص لعينها بغضب. وقت طويل دب الخوف والارتباك لقلب أمينة. فجأة آدم بدون سابق إنذار: أمينة تتجوزيني؟ فتحت أمينة عينها بذهول وقالت: أتجوزك؟ آدم بتأكيد: أيوة تتجوزيني. بعدته أمينة بغضب وقالت: بقى داخل الأوضة بالشكل ده وكأنك داخل تموتني وباصص لي كده، وفي الآخر تقولي تتجوزيني؟ انت يا عم مجنون؟ آدم بحدة: من غير طولة لسان، ها موافقة تتجوزيني؟ أمينة بحيرة: ليه؟ آدم بتعجب: ليه ايه؟ ليه عايز تتجوزني؟ ليه عاوز ده دلوقتي بالذات يا آدم؟ آدم بتوتر شديد: علشان أمينة بصت لعينيه بتساؤل وقالت: قول عشان ايه يا آدم؟ بص آدم لعينيها جامد: عشان حبيتك يا أمينة ومش عاوزة أضيع ثانية تانية بعد عنك. امتلت عين أمينة بدموع الفرحة وابتسامة جميلة اترسمت على وشها. بجد يا آدم؟ بجد انت حبيتني وعايز تكمل معايا انا حياتك اللي جايه؟ ابتسم آدم بشعور بالندم وقلب توتر. ايوه يا أمينة، بحبك انت وعاوز اكمل معاك انت عمري اللي جاي، هي موافقه؟ كانت أمينة هتطير من السعاده حرفيا، والابتسامه ما فرقتش وشها. فضلت تهز راسها بفرحه معنى ايوه 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 موافقه اتجوزك يا آدم. ابتسم آدم وقال: تمام، يبقى خلاص هبقى بقى اطلب ايدك من الحاج. يلا بقى سيبك انا تنامي عشان ما حدش يفهمنا غلط وكده. والعمل جايك ومليانه بالفرحه وبس اكيد. أمينة فرحة لا توصف: ده أكيد أكيد. ابتسم لها آدم وسابها وراح فتح باب الأوضة وبص لأمينة شوية، وبعدين خرج من الأوضة وقفل الباب وراه. قالت أمينة بفرحة: النامي قال، هو النوم هيعرف عيني بعد الخبر الجميل ده؟ وطلعت أمينة على السرير وفضلت تتنطط بسعادة لا توصف، وهي نفسها تقول للدنيا كلها إنها تبقى زوجة الراجل اللي عشقته واتمنت تكون ليه. أما عند آدم، دخل آدم الأوضة وفتح شباك أوضته وفضل يستنشق الهواء باختناق شديد وهو بيشعر بتأنيب الضمير، وقلب صوت مسموع نادم بشدة: آسف أوي يا أمينة، لكن أنا لازم أعمل كده علشان أحميكي، حتى لو مش بحبك، بس أنا مش مرتاح لمصطفى وحاسه بيلعب بيكي ومش هاجي من ورا ليكي غير الأسية وبس. للأسف آدم ما يعرفش إنه بخوف على أمينة كده بدأ يحبها ويتعلق بيها، لكن للأسف مش هيعرف ده غير بعد فوات الأوان. في فيلا عمر الألفي، دخل عمر الفيلا وبجر البنت وراه بقسوة ودفع نحو الأريكة، وراح قلع الجاكيت ورماه على الكرسي بإهمال. فبصيت له البنت بتوتر وقلق: انت ناوي على ايه بالظبط؟ لا بقولك ايه، ما تفكرنيش يا اخويا اني سهله وهتقدر تعمل فيا حاجه، لا ده انا لحم مر وعظم ناشف ومسجله خطر وممكن اموتك عادي جدا. ربع عمر ايده ببرود: بجد؟ طب يلا انا واقف قدامك اهو، ما تموتني يا عم الشبح طالما عامله فيها 7 رجاله. قامت البنت وقالت برجاء: ارجوك لو سمحت، انا اسفه اني ضربتك، حركه غبيه عارفه مني لواحد في هيبتك ومركزك بالبدله دي، لكن من فضلك سيبني امشي وبلاش تاذيني بالله عليك. عمر بكل برود: لا. البنت بغضب وردح: كك لا اما تلقك يا شيخ. قال لا قال بكون مفكر نفسك يستحق ولا تقدر مثلا تأذيني؟ ده انا ممكن. فجأة امسك عمر من هدومها وقرب منه بشر وقال: ايه؟ البنت بخوف: ايه يا باشا، مين من الجزمة بس اللي زعلك؟ ده انا بهزر معاك يا عم، ولا انت مالكش في الهزار يا كوتش؟ عمر بأمر: اقعد ساكتة شوية احسن لي. البنت بخوف: حاضر، لكن ممكن تسيبني بدل ما انت ماسكني زي الفار المبلول كده؟ حكم ان انا بنت ناس والله، بس القدر بس اللي رماني في سكتك. وبعدين قالت بصوت واطي: كانت ساعة مطينة وطين ساعة ما شفت سحنتك العسل الجميلة دي. عمر بحدة: بتقولي ايه؟ البنت بزمجرة: ما بقولش الله، طب ممكن طلب واحد بس. عمر ببرود: لا. ضمت البنت ايدها على بعض برجاء: من فضلك من فضلك من فضلك. عمر بملل: اوف شكلك هتدوشيني معاكي، هي عاوزة ايه؟ البنت بإحراج: عطشانة، عاوزة أشرب قوي. بصلها عمر ببرود ودخل المطبخ عشان يجيب لها مية. فجرت البنت بسرعة نحو الباب وجت تفتحه بسرعة عشان تهرب، لكنها اتفاجئت بإنه قافل الباب بالمفتاح وقالت بغيظ: يا ابن اللذينة، ده قافل الباب بالمفتاح امتى ده يا ربي؟ خرج عمر من المطبخ وبيقول: واحنا داخلين من غير ما تاخدي بالك، كنت متوقع انك هتعملي حركة هبلة زي الحركة دي، اتفضلي المية اهي. بصت له البنت بغيظ واخدت منه المية وفضلت تشرب بعطش، بقالها يومين لا شربت ولا اكلت حاجه. فضل عمر متابعها بفضول:
عشان عايز اعرف قصتها وايه اللي خلاها تهرب من فرحها وتجري كده في الشوارع في نص الليل. وقلب تساؤل، هو انت اسمك ايه يا بت انتي؟ بصيت له البنت برفعت حاجب وغيظ، ما اسمش يا بت انتي، اسمي تقى. تقى. عمر بحزن ملى عينه. فجأة لما افتكر حبيبته الأولى اللي كان اسمها تقى برضه فقلب خنقة. اسمك تقى؟ بجد اسمك جميل، بقالي فترة كبيرة ما سمعتوش. تقى باستغراب، شكرا. وانا ممكن بقى اسألك انا سؤال؟ عمر اتحولت ملامحه مجددة للبرود. لا. تقى بغيظ، ابو لا بتاعتك دي يا بارد اوف. فجأة فضل عمر يقرب منها ببطء وتقى بترجع لورا بتوتر. فجأة حوط عمر ما بين ايده وبين الحائط بنظرات شر، وتقى بتبلع رقة بالعافية من شدة خوفها. وقال عمر، قلت انا ايه؟ تقى بجبن، انت سيد الناس وعمهم والله يا كابتن، انت راجل جدع، واصل اكيد يعني ما قصدش حاجة وحشة بالبارد دي حتى ميزة زي الزفت ليك، اقصد ميزة زي الفل ليك. رفع عمر صباعه بتهديد. خافي مني تمام يا تقى؟ تقى بتوتر، تمام والله، بس هي الفيلا لدرجات صغيرة عشان نكون قريبين من بعض قوي كده، ممكن تبعد شوية عشان النفس بس. فضل عمر بص لتقى بخبث، فدب القلق والخجل قلب تقى من قرب عمر، ونظراته اللي هي ما كانتش مريحة خالص. فقال بدموعه قلق، انت مش تعمل هي حاجة وحشة صح؟ لو سمحت ابعد عني كده حرام، وربنا مش هسامحك لو انت اذيتني او حاولت تقرب مني بالغصب. عمر بنظرات ماكرة، ومن قالك ان هقرب منك في الحرام؟ هو في زوج بيقرب من مراته في الحرام برضه يا تقى؟ تقى بصدمة، بس انا مش مراتك. عمر بخبث، هتبقى مراته في اقل من ساعة كمان يا حبي. تقى بحدة، بس انا مش موافقة. انت مجنون؟ انت تعرفني اصلا عشان تتجوزني، ولا انت مش تتجوز اي بنت وخلاص؟ ضحك عمر وقال وهو بيحرك ايديه على وشها وقاح، بس انت مش اي بنت وخلاص بامانه، هي بنت وخلاص هتكون حلوه بالشكل ده، وبعدين مش هيبقى عروسه زيك تهرب عادي في فستان الفرح وهي لسه سنجوله برضه يا حبي. زقته تقى بعيد عنها وقال بغضب، لا ده انت مجنون رسمي بقى وعاوز تجنني معاك. انا مش موافقه اتجوز حد ولو ما فتحتش الباب ده دلوقتي والله لموت نفسي والبسك مصيبه. ومشيت تقى ناحيه الباب الفيلا. قعد عمر على الاريكه بخبث وقال، انت حره، بس انت لو مشيتي من هنا مش هتكسبي حاجه، لان بكل سهوله ممكن عادي باباك او الراجل اللي كنت هتتجوزيه يشوفوكي هنا او هنا، او حد من معارفكم يشوفوكي ويقولوا لهم وقتها يجوا ياخدوكي ويجبروكي تتجوزيه، وانت عارفه الباقي بقى. وايه هو عقاب واحده سابت عريسها يوم فرحهم وهربت بالفستان الابيض وجابت فضيحه للاب وللعريس، وعشان كرامتهم ممكن يموتوك او يفضلوا يضربوا فيكي لحد ما تعبوا من ضربك. وما تنسيش المعامله بقى. اوف، من ذول الاهانه الكلام زي السم الحاجات كتيره، ولو انا غلطان قولي انت غلطان، وانا وعدك افتح لك الباب ده واوصلك لحد باب بيتكم بنفسي. هاي ساكته ليه؟ ما تتكلمي. كانت تقى بصه يمين وشمال بخوف وتوتر وهي مديها ظهرها لعمر، فلفت لعمر بارتباك، واول ما لفت راح بص عمر بسرعه في تليفونه بعد ما كان متابعها. فقالت تقى بتوتر، طب ما تساعدني من غير جوازي نبقى ثواب. عمر رفع عيونه عن تليفونه، اوكي، بس حط نفسك مكانه ومكان اي حد يسأل ليه واحد زي ده بيساعدها، وهو اصلا ملوش علاقة بيها نهائيا، لكن لو وافقتي على الجواز ما حدش هيكون له علاقة بيكي، لانك هتكوني زوجتي وقتها وتقدري تقفي قدام التخين من غير خوف وقتها. فضلت تقعد تفكر في كلامه بتوتر وقال بعد تفكير، موافقة بس بشرط. على فكرة انت اللي محتاجاني، يعني مالكيش حق تتشرطي عليا يا سيادتك. تقى برجاء قربت منه وقعدت على الاريكة اللي جنبه، من فضلك معلش شرط واحد بس والله. عمر ببرود، ايه هو وانجزي؟ تقى بتوتر وخجل، موافقة تتجوزني بس مش هتقرب مني خالص، موافق؟ ضحك عمر بسخرية، ومن قالك اني هقرب منك اساسا؟ انت اصلا مش من النوع المفضل ليا، وجوزي منك ثواب بس عشان اساعدك تخرجي في اللي انت عاملاه في نفسك ده، مش عشان حاجة تانية في دماغك. اتنهدت تقى براحة وقالت، الحمد لله يبقى اتفقنا. عمر بمكر، اوكي يبقى في خلال ساعة اكون حرم عمر الالف يا مدام عمر الالف المستقبلية. وقام عمر عشان يعمل مكالمة يطلب المأذون واتنين شهود، فبصت له تقى بصدمة وتحولت للمكر وقالت، عمر الألف وخلاص هبقى مراتك يا عمر، ووعد انها خليك تقع في حبي زي ما خليتك تتعلق بيا يا عمر. ايوه يا جماعة، زور تقى في حياة عمر مش صدفة، وان دي خطة تقى، ومع الأحداث القادمة تعرفوا من هي تقى. نرجع فيلا الألفي. كانت أمينة قاعدة على فرشها وهي ضمة دبدوبها بفرحة سكنت قلبها من أول ما آدم عرض عليها الجواز، وقالت بأمل، أنا مكنتش متخيلة في يوم إن آدم هيحبني. يا آدم، أنا حاسة بحبك ليا إن واجهت تحدي كبير ونجحت فيه بعد كتير وبعد عذاب. بحبك من الألف أوي والله العظيم. وفجأة رن تليفون أمينة وكانت أفنان وقالت بضحك، إيه هبلة ده بترن عليا وإحنا في نفس المكان؟ وبعدين ردت وقالت بتريقة، ألو يا أختي، هو أنت مكسلة تيجي تكلميني في فجأة وقفت أمينة بصدمة، إيه؟
طيب جايلك اهو. اهدي بس لاني مش فاهمه اي حاجه منك. طيب اهدي وبطلي عياط وانا جايلك اهو حالا. وقفلت امينه مع افنان ولبست هدومها بسرعه وخرجت من الفيلا من غير ما حد يعرف، واخدت سياره اجره وراحت المكان اللي قالت عليها افنان. فبعد وقت نزلت امينه من العربيه وقالت وهي بتتصل على افنان: انت فين يا افنان؟ هي مش بترد على ليه دي؟ وفجاه وقفت امينه بذهول لما لقت تجمع الناس حوالين حد باين عامل حادثه. فجرت امينه بقلق على التجمع، ففتحت عينيها بذهول لما شافت ان افنان هي اللي ملموم عليها الناس، وكانت افنان مفروشه ارضا ودم كتير نازل من تحت راسها وانفها وفمها. فجرت امينه عليها بانهيار وقالب ببكاء ورعب: افنان قومي يا حبيبتي بالله عليكي. افنان فتح عيونك بالله عليكي، ما تخوفنيش عليكي. افنان. انت تعرفيها يا بنتي؟ امينه بعياط: دي بنت خالتي يا ناس، مين عمل فيها كده؟ حرام عليك. والله يا بنتي هي اللي طلعت قدام عربيتي فجأة وانا كنت ماشي في امان الله. طب بسرعة يا جماعة حطها في العربية نلحقها بسرعة في المستشفى قبل ما يحصل لها حاجة. وفعلا قامت امينة بانهيار ورفعت افنان من على الارض هي ومجموعة ستات، وحط افنان في العربية وامينة معاها وراحوا بسرعة على المستشفى. وامينة مرعوبة على افنان، وبيمر ساعة وامينة قدام أوضة العمليات. وقالت امينة بقلق: هما اتأخروا كده ليه جوه؟ بس يا ربي يا رب انقذ لي افنان، انا ماليش في الدنيا دي غيرها، هي امي واختي وصديقتي وكل ما ليا في دنيتي، والله من غير افنان مش عارفه اكمل حياتي، يا رب بالله عليك تحميها لي. وفضلت امينه تترجى ربنا ينقذ افنان. وفجاه خرجت الدكتوره وهي متعصبه جدا، فجرت امينه عليها بقلق من منظر الدكتوره وبكده تكون خلصت حلقه النهارده، واستنوني في حلقه جديده باحداث جديده. وما تنسوش اللايك للحلقه والاشتراك في القناه وتفعيل زر الاشعارات علشان يوصلكم اشعار بكل حلقه جديده بنزلها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.